السلام الخوت، مرحبا بكم في هذا الفيديو جديده. كنا شفنا البران اللي طرا الاشرف حكيمي اتهموه بالاغتصاب، ومن بعد المحاكمه والى اخره تبين انه بريء، ولكن في ديك الفتره الزوجه ديالو كانت كتهوجد راسها باش انها تطلق معاه، تسمع الوريقات الى اخره كيقولوا. ففي الاخر ملي جات توصل مع الحكم وداكشي باش يطلقوا، باش انها تقسم معاه الفلوس وداكشي كامل اللي كيملك، خرجات خاويه الوفاض كيقولوا. داكشي علاش كتلقى بزاف المشاهير ما كيبغيوش يتزوجوا على وداك، حيت عارفين في الاخر خاصك تقسم معاه، ان فطر شي مشكل غادي خاصك تقسم معاه النص بالنص. اشرف حكيمي على ما قالوا انه كتب كلشي للام ديالو، دونك هي ما دات لا حق لا باطل. والقضيه هادي كاين اللي معاها وكاين اللي ضد. اصلا حنا في الاول كانت واحد الحاجه اللي كنا كنعرضوها بزاف، وبزاف المغاربه كانوا كيعرضوها، وهي انه شو مرتو كتصور عريانه، شو مرتو كدير كتفعل ما كتحشمش الى اخره. المهم بداو بزاف من الانتقادات على ولد بلادهم من هذا الجانب هذا، من شي حاجه اخرى ما كاينش حتى شي مشكل. فملي طرا هذا المشكل هذا المغاربه كلهم تعاطفوا معاه، اما التوانسه فهما بداو كيوبخوا في بنت بلادهم، عكس داكشي اللي كنا كنديروا حنا في الاول وما داروه في الاخر. انا بالنسبه لي انا وخايتي ماهيش بنتصل هذه راه خاطر اي بيان سور ماهيش بنتصل، خاطر مازال ما خرجش الحكم وهي هزت لقيتها وما لقيتها. يا بنيت عمي يصبر حتى لين تخرج معناها نشوف القضاء معناها شنو يقول كلمته، نشوفوه مذنب والا لا، ومن بعد انت قرر معناها وشوف. خاطر سامحني المشاهير عندهم راهو معناها من لي رومور اللي يخرجوا عليهم، عندهم القضايا اللي يتلفقوا لهم، معناها مش اي انسان عمل جريمه والا اتهم ونحن نقولوا له مذنب والا معناها مدعى عليه، حتى اللي من بعديك تثبت الجريمه باش نقولوا راه السيد هذاك متهم معناها ماهوش بريء والا ولا. دونك لهنا بالنسبه لي انا تسرعت برشا برشا برشا. اي اما القانون هكا سابق. كيف سمعتوا كانت قالت لهم هادي انت ماشي بنت اصال الى اخره، على وديتاش غير سمعت بالخيانه وداك الشيء، باقي ما خرج كاع الحكم حتى شي في اجراءات الطلاق الى اخره. في الاخر خرجت وفيه الوقايه. اما واحد السيده مغربيه عندنا مسكينه الله يهديها وكنسال الله يثبتها ويعفو عليها، كانت ديجا طرات لها اكبر شمس العشيه وانتم ما عارفين شنو داز عليها مسكينه، ولكن ما كتحمدش الله. قالت لك انا ماشي انا ضد هادشي هذا اللي دار، واش بغي انت راجلك يكتب كلشي لمو ويخليك انت بلاش. باختصار نقول لها واش تزوجي بشي واحد كيخاف الله وعارف بينه وبين الله، يعني سواء كاتب كلشي لمو ولا ما كاتبش كلشي لمو ولا ما عرفت شنو داير كاع، فانت حقك غتاخديه كيف ما جا في الشرع، ضيعك ما حتى شي حاجه. اما الا كنتي هكا وهكا فما خديتي شي واحد ما نهب ودب فسوءك هذاك والله يهديك. اما بالنسبه للصوره الاخيره اللي شفتو منتشره في الانترنت، فهي فقط واحد البنت سميتها هبه، خدامه يمكن مع شركه جوجل الى اخره، فكانت تلاقات بالام ديال الحكيمي والام ديال الزلزولي في مكه، وتصورات معاهم، يمكن كانوا كيديروا العمره، تصورات معاهم ونشرت التصويره. وهذا ما كان، وانتم عارفين المغاربه كطيح البقره كيكثروا الجناوه. الله يهدينا الله يهدي عباد الله، نسال الله العفو والعافيه. السلام عليكم.